تتبيلة للفراخ هتعمليها، ولو جرّبتيها مش هتعملي غيرها، هتطلع زي بتاعة الحاتي وأحسن. معاكم الشيف أبانوب، ولو الفيديو عجبكم كومنتات كتير وكمان شير، يالّا بقى شجعوني زي ما باشجعكم. عندي بصلتين كبار متقطعين، فلفل أخضر وطماطم متقطعة، شوية من الخل، علبة كبيرة من الزبادي، وهننزل بقى بشوية من إيه، من الزيت، ويا سلام لو زيت زيتون. وعندِك بقى شوية التوابل الحلوة، عندي شوية من الملح، فلفل أسود، وكمان بابريكا مدخنة تدّي طعم ونكهة. ويالّا بقى شوية البهارات الحلوة دي، ال7 بهارات. وده بقى توابل ميكس بين بهارات الفراخ وبهارات الشوي. هابدأ كده أدّي بقى تقليبة حلوة لكل التتبيلة العسل دي، وكده التتبيلة عندي جاهزة إن أنا أتبّل بيها أحسن فراخ عندي. طيب قبل ما أقول لكم بقى الفراخ، قولوا لي بقى أنتم بتغسلوا الفراخ والّا لأ؟ عشان في ناس ما بتغسلش الفراخ. عندي بقى كده دي دبابيس فراخ، خدتها كده وعملتها شرطة تحت اللحم، تحت الجلد قصدي. وبعد كده هابدأ بقى آخد التتبيلة الحلوة دي، أبدأ بقى أتبّل بقى دبابيس الفراخ دي كويس أوي، أوي، أوي. وبعد كده هاخد بقى الدبابيس الحلوة دي وأرصها في الصينية. طبعًا الدبابيس دي باغسلها بمَيّة ودقيق وكمان ملح، أدخّلها الفرن درجة حرارة 180 وأسيبها كده لمدة ساعة ونُص. بُصّوا بتطلع حلوة وجميلة، ويا سلام لو في فحماية حلوة بقى تطُشّوها بشوية سمنة بلدي. كان معاكم أبانوب، ما تنسوش تعملوا شير للوصفة.